بص يا معلم، اول جولة في الدوري الانجليزي عملت قلق جامد. صفقات جديدة قلبت الطاولة، فرق اتغير شكلها وجماهير طايرة من الفرح. النهاردة هكلمك عن 5 صفقات لو فضلت ماشية بنفس التناسق ده كده ممكن تقلب الدوري الانجليزي من فوق لتحت. مش هطول عليك، تعال اقولك افضل 5 صفقات في الدوري الانجليزي من ساعة بداية الدوري لغاية التوقف الدوري الحالي. فيلا بينا نبدأ بأهم صفقة بالنسبة لي، واللي أنا شايفها أهم صفقة لتوتنهام ولفريق توتنهام وفي الدوري الإنجليزي عموما، وأكتر لعيب كان مؤثر في فرقته محمد قدوس. محمد قدوس اللي قدر توتنهام إن هو يتعاقد معاه من ويست هام بحوالي 55 مليون يورو، بس سرقة عين عينك كده. بصراحة مش عارف فين أندية الدوري الإنجليزي من الصفقة دي، إزاي محدش قدر إن هو يحط عينه على اللعيب ده. صفقة مربوحة بنسبة 100% لجماهير توتنهام ولتوتنهام. كمان اللعيب ده قدر ان هو في السوبر الاوروبي قدر ان هو يساعد توتنهام ان هم يفوزوا باللقب. توتنهام ما فازتش بالسوبر الاوروبي كده عبث، لا توتنهام قدرت ان هي تأدي اداء كويس جدا بقيادة محمد قدوس اللي كان مايسترو في نص الملعب. خليني اقولك ان الراجل ده في ويست هام كان مظلوم جدا، لان بصراحة ما كانش بيلعب في مركزه، كان بيلعب في مكان غير المركز اللي هو متعود عليه او اللي هو بيلعب في اساسي دايما. هو مش عارف يدي 100% من اللي عنده. بس خليني اقولك ان دلوقتي في توتنهام هو متقدر جدا، في توتنهام واخد وضعه جدا. الوضع مختلف تماما عن ويست هام، فريق كويس، لعيبة كويسة، لعيبة تقريبا كلاس ايه، لعيبة تقدر ان هي تساعده ان هو يحقق اللي هو محتاجه، لعيبة تديله الحرية ان هو يبدع اكتر ويقدم لنا اداء افضل. توماس فرانك هو عامل معاه حركة ذكية جدا، هو مديله حرية يتحرك في العمق وكمان يتحرك في الهجوم وكمان يصنع ويمرر كرات ويكسر في اي دفاع. حرفيا هو حرفيا ما تعرفش مكانه فين في الملعب، واخد حرية، هو واخد حرية وواخد صلاحيات كتيرة قوي في الملعب. قادر يعمل اي حاجة، قادر يصنع لك هدف، قادر يسجل لك هدف في اي لحظة. فبالنسبة لي وبصراحة صفقة محمد قدوس هي افضل صفقة السيزون ده، وهي افضل صفقة في تاريخ توتنهام اخر 5 6 سنين. خليني اقول لك ان اللعيب ده لو استمر بنفس الاداء ده واستمر بنفس الانتاجية دي بنسبة كبيرة توتنهام هيكون عندها اخطر جناح واخطر ممرر كرات وصانع العاب في العالم تقريبا. يا جماعة لعيب عنده امكانيات رهيبة. خلينا نستمتع بمحمد قدوس ونشوف ايه اللي ممكن يقدمه في الماتشات اللي جاي. الصفقة التانية الافضل بالنسبة لي واللي هي صفقة تكتيكية بحتة، واقول لك ليه انا حطيتها في المركز التاني. الصفقة التانية معانا هو تيجاني رايندرز، اللعيب اللي قدر مانشستر سيتي ان هو يتعاقد معاه من اي سي ميلان ب45 مليون يورو زائد 5 اضافات، يعني بتتكلم في 55 مثلا مليون يورو. حرفيا سرقة برضه. لعيب بالامكانيات دي مش فاهم ازاي ادارة ميلان قدرت ان هي تفرط في لعيب بالامكانيات ده. ازاي ادارة ميلان بتفكر ان هي تبني فريق وان هي تطلع عمود من اعمدة الفريق بالشكل ده وبالطريقة دي وبالمبلغ ده. اصلا رايندرز كان المفروض يفضل في نص ملعب ميلان ومفروض ان انت تبني عليه. بس خلينا نتكلم ان الكورة ما فيهاش عاطفة نهائيا، الكورة فيها ذكاء، فيها خدعة، فيها ان انت تضحك على اللي قدامك. تشستر سيتي قدرت انها تضحك على اي سي ميلان في صفقة رايندرز وتتعاقد مع لعيب حرفيا هو لعيب تكتيكي بحت، لعيب تكتيكي بحت. وهقول لك ليه، وهقول لك الصفقة دي ليه انا حطيتها في المركز التاني. لو انت يا عزيزي المشاهد مفكر ان تيجاني رايندرز جاي يلعب صانع العاب فانت غلطان. تيجاني رايندرز هو مش جاي عشان يلعب صانع العاب. خليني اقولك ان جوارديولا لما حب ان هو يغير من التكتيك بتاعه لقى ان انسب حل ان هو يقفل نص الملعب نهائيا، مش ان هو يجيب بديل دي بروين، لانه هو عارف ان مفيش حد يقدر يلعب الحتة دي في العالم حاليا غير 2 لعيبة، قدوس وفيرتس، ومفيش واحد فيهم معاه. فخلاص هو اقتنع ان هو حاليا يلعب بصانع العاب. الفكرة دي مرفوضة نهائيا، فتعاقد مع رايندرز. فلو انت مفكر ان رايندرز هيلعب صانع العاب فاحب اقولك لا، رايندرز جوارديولا جايبه علشان يلعب جنب رودري ويقفل نص الملعب. صح، الراجل ده مش بس بيدافع كويس، ده كمان عنده القدرة ان هو لما يقطع الكورة
يقدر ان هو يبني هجمة بسرعة وبطريقة سلسة جدا. خليني اقولك ان هو بيقدر ان هو يشارك في الهجوم كمان، عنده نزعة هجومية مش بطالة. لعيب ب55 مليون تقريبا، بالنسبة لي دي تاني سرقة في الموسم. فخليني اقولك ان صفقة زي دي ب55 مليون بس، فخليني اقولك ب55 مليون يورو السيتي جاب لعيب يزودهم قوة في نص الملعب، لعيب يخلي نص الملعب بتاعهم صعب ان اي فريق يعدي منه اساسا. خلينا نشوف ايه اللي ممكن يقدمه تجاني رايندرز بعد كده مع مانشستر سيتي. بس بصراحة انا شايف ان اللعيب ده لعيب تكتيكي بحت، وصفقة عبقرية جدا من بيب جوارديولا، خصوصا ان هم ادارة السيتي قدرت ان هي تخلص في الصفقة دي ب55 مليون بس. بصراحة بامكانيات اللعيب ده وبقدرات اللعيب ده، فالصفقة دي تعتبر سرقة حرفية. الصفقة التالتة معانا ماتيوس كونيا، اللي قدرت ادارة مانشستر يونايتد ان هي تتعاقد مع اللعيب بمبلغ مش بطال نوعا ما، ولكن اول مرة ادارة مانشستر يونايتد تحط ايديها على الحتة اللي بتوجعها زي ما بيقول. اول مرة اشوف ادارة مانشستر يونايتد بتفكر صح من سنين، من ايام السير اليكس. خليني اقولك ان الصفقة دي هي افضل صفقة السيزون ده تقريبا من حيث احتياج النادي. بمعنى ايه من حيث احتياج النادي؟ بمعنى ان النادي كان محتاج مهاجم وبيدور عليه بقاله 3-4 سنين، او بقاله 5-6 سنين بعد وين روني، وتقريبا هو لقى المهاجم ده خلاص. فخليني اقولك ان مانشستر يونايتد دخل اللعبة بماتيوس كونيا. البرازيلي ده تقريبا كان شايل وولفرهامبتون على كتافه. خليني اقولك احصائية بسيطة، ان ازيد من 60% او ازيد او يكاد يقارب ال70% من اهداف واسيستات نادي وولفرهامبتون السنة اللي فاتت او السيزون اللي فات في البريمير ليج كانت عبارة عن 2 لاعيبة بس. انت متخيل؟ نادي كامل، نادي كامل اسيستاته واهدافه كلها 60% منها او 70% منها طالعة من 2 لعيبة بس، هو ماتيوس كونيا وايت نوري. فخلينا اقولك ان البرازيلي اللي معانا ده حرفيا كان شايل وولفرهامبتون على كتفه الموسم اللي فات، وجاب اهداف حاسمة، واكبر دليل ان واحد فيهم في مانشستر يونايتد والتاني في مانشستر سيتي. وخلينا اقولك ان هو هيكون الشرارة اللي تشعل هجوم الفريق. اللعيب اللي قدامك ده لعيب سريع، بيقدر ان هو يسجل من انصاف الفرص تقريبا، ذكي جدا. تقريبا هو جاي لك من نادي في البريمير ليج فليه تجربة كتير، وانت عارف اللعيب ده وعارف امكانياته وعارف قدراته وعارف قدم ايه السيزون اللي فات. فتقريبا صفقة هي جاهزة لمانشستر يونايتد، متفصلة على مقاس مانشستر يونايتد. وانا شايف ستايل اللعيب واداء اللعيب لايق اكتر على مانشستر يونايتد. الحدة في الهجوم، حدة اللعيب في الهجوم، قوة اللعيب في ان لما اللعيب ده عنده قوة رهيبة في الضغط، بيقدر ان هو يضغط على المنافس بشكل رهيب. لعيب كمان مهاجم مهاري، مش على قد ان هو بيسجل اهداف او بيصنع اهداف، لا، هو عنده مهارة كبيرة جدا قادرة ان هي تساعده في مناطق كتير وحشة في الملعب، وقادرة تخلص له ماتشات كتير، وقادرة تخلص له مواقف كتير هو محطوط فيها بسبب ان الفريق مش بيساعده، بسبب ان الفريق مش بيسانده، بسبب ان هو اصلا كان بيلعب في نادي تقريبا هو من الاندية الهابطة او من اندية وسط الجدول في الدوري الانجليزي، وهو نادي وولفرهامبتون. فخليني اقولك ان اللعيب ده هيقدم اداءات كويسة جدا مع مانشستر يونايتد، ودي من افضل صفقات مانشستر يونايتد اخر 5-6 سنين. فخليني اقولك ان هو لو انسجم بسرعة مع برونو ومع الصفقات الجديدة فهيبقى كابوس لأي دفاعات في الدوري الإنجليزي. خلينا نشوف ايه اللي ممكن يقدمه ماتيوس كونيا في الماتشات اللي جاية، محدش يعرف، بس أنا أتوقع إن الصفقة دي هتبقى من أفضل صفقات مانشستر يونايتد. الصفقة الرابعة معانا، وخلينا أبدأها معاك بإن خلاص عزيز لقى عزيزة. والله العظيم زي ما بقولك كده. تعال أقولك إن خلاص خلصت أرسنال بعد مرحلة البناء، بعد الكفاح، بعد النضال، بعد مرحلة الخرسانة ومرحلة المحارة. خلاص أرسنال دلوقتي خلاص بتشطب يا بيه. خليني أقولك إن خلاص المهاجم وصل، المهاجم وصل. فخلاص مفيش دفاع، مفيش نص ملعب، مفيش، لا هو خلاص يعني أرسنال خلاص اتعاقدت مع مهاجم. أخيرا أخيرا أرتيتا عارف إن هو محتاج مهاجم أخيرا،
وتيقن ان هو محتاج مهاجم، وفي السنة الخامسة من البناء. فخلينا نبدأ ان الصفقة الرابعة معانا فيكتور جيوكريز، اللي قدر نادي ارسنال ان هو يتعاقد معاه من سبورتنج لشبونة. فخليني اقولك ان اللعيب ده كان ليه تجارب كتير في الدوري الانجليزي قبل كده، تقريبا مرة او مرتين، منهم مرة كان بيلعب في نادي برايتون. وخليني اقولك ان ليه برضو تجارب في الدوري الالماني، فلعيب كويس، لعيب نوعا ما قدر ان هو يلعب في دوريين من الدوريات الخمسة الكبرى، لعيب كويس. فانت ما بتجيبش صفقة من الدوري مثلا البرتغالي بتجيب 50 جون. طبعا انت عارف مثلا قوة الدوري البرتغالي او امكانيات الدوري البرتغالي بتبقى عاملة ازاي. فخليني اقولك ان هي صفقة تكاد تكون ليك ان هو هيبقى بالونة، بس خليني اقولك ان اللعيب ده لعيب مش بالونة نهائية. لو بصيت على تحركات اللعيب ده في الملعب، وبصيت على تفكير اللعيب ده، وبصيت على خطوات اللعيب ده في الملعب وقد ايه كل خطوة ليه محسوبة، هتعرف ان اللعيب ده مش بالونة نهائيا، وان فعلا ارسنال قدر ان هو يجيب مهاجم فتاك وهيساعدهم كتير في الماتشات اللي جاية. الا لو حصل له اصابة زي ما بيحصل لكل اللعيبة اللي ارسنال بتجيبها، او خلينا نكون دقيقيين اكتر، كل المهاجمين اللي ارسنال بتجيبهم تقريبا، واخرهم المعلم جابرييل خيسوس، ربنا يفك سجنه يا رب. خليني اقول لك ان اللعيب ده في اول ماتش ليه قدام مانشستر يونايتد ما قدمش اداءات كويسة جدا، والناس كلها كانت واخدة عنه فكرة ان هو بالونة، وانا تقريبا كنت واحد من الناس، لغاية لقطة تقريبا في الدقيقة 60 من الماتش او في الدقيقة 50 من الماتش، مش فاكر. اللقطة دي بينت لي قد ايه اللعيب ده كواليتي عالي، قد ايه اللعيب ده عنده امكانية ان هو يكون فعلا هو مستقبل هجوم نادي ارسنال. اي نعم اللعيب كبير شوية في السن، بس خلينا نقول ان هو قادر يدي النادي 4 سنين على الاقل. فخلينا اقول لك ان اول ماتش ليه مع ارسنال كان عادي شويتين، وهو لسه بيتأقلم على طريقة خطة ارتيتا، لان ان انت تنتقل من الدوري البرتغالي للدوري الانجليزي فالانتقال ده كبير حبتين. وخليني اقول لك ان القوة في الدوري ده والقوة في الدوري ده مش متساوية نهائيا، ومفيش تكافؤ فرص نهائية، فلازم اللعيب يظهر اول ماتش بالشكل ده. وخليني اقول لك بصراحة ان انا ما بعتمدش اللعيبة اللي بتكسر الدنيا من اول ماتش، بصراحة ما بعتمدهاش. انا دايما مع اللعيب اللي يبقى النسق بتاعه تصاعدي، اللي يبقى المستوى بتاعه بيجي واحدة واحدة. فخليني اقول لك ان كلنا عارفين ان الراجل ده ماكينة اهداف، والموسم اللي فات كان بيجيب فوق ال20 جون بسهولة، ما نقدرش نتكلم فيها. بس خليني اقول لك ان السنة دي هو هيجيب فوق ال20، بس استنى بس عليه شوية ياخد فورمة وياخد على طريقة خطة ارتيتا وعلى طريقة لعب الفريق، واتفرج اللعيب ده هيكون مؤثر ازاي مع نادي ارسنال. فخلينا نشوف اللي ممكن يقدمه جيوكريز في الماتشات اللي جاية، وهل فعلا هيقدر يقدم لنا حاجة في الماتشات اللي جاية، وهيقدر ان هو يثبت نفسه ويثبت للعالم كله ان انا مش بالونة، انا مش مجرد انتقال بمبلغ وقدره من الدوري البرتغالي للدوري الانجليزي. لا وانا جاي اثبت نفسي وخلاص. انتقالي من برايتون قبل كده للدوري الالماني، او انتقالي من برايتون لسبورتنج لشبونة قبل كده، كان مجرد صدفة، بس انا جاي دلوقتي اثبت نفسي. فخلينا نشوف ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. الصفقة الخامسة معانا وهي فلوريان فيرتس في ليفربول، اللي قدر ليفربول ان هو يتعاقد مع اللعيب ده من ادارة باير ليفركوزن بمبلغ غالي حبتين، وهقول لك ليه غالي حبتين. بس خليني اقول لك ان هو ممكن تكون الصفقة دي هي صفقة انقاذ الموسم لارن سلوت. اللعيب ده هو تقريبا عنده 22 سنة، لعيب مهاري جدا، لعيب بيقدر ان هو يصنع فرص بطريقة كويسة جدا، عنده ثبات انفعالي، لعيب سريع، لعيب بيقدر ان هو يسجل ويسدد بطريقة كويسة جدا. تقريبا شفنا هدفه مع المنتخب الألماني من ضربة حرة، تقريبا كان هدف جميل جدا، وتكنيك الشوطة أصلا حاجة كده يعني حاجة خرافية. فخليني أقولك إن اللعيب ده هو من اللعيبة اللي تطورت بمرور الزمن. اللعيب ده حرفيا هو من أول يوم وهو كويس، بس أحسن حاجة بتعجبني في اللعيب ده وأحسن حاجة بتعجبني في فيرتز عموما
ان هو بيتطور شوية شوية، تحس ان اللعيب بيتفرج على نفسه وبيطور من نفسه شوية بشوية. مع وصول فيرتز بدأ نص الملعب تقريبا يتجه ان هو يلعب الكورة في نص الملعب اللي قدام. طب ايه اللي كان بيحصل قبل كده في ليفربول؟ اللي كان بيحصل قبل كده في ليفربول ان مسافة ما الكورة بتبقى مع لعيبة من لعيبة نص الملعب، العب على صلاح وصلاح يصنع وجاكبو يسجل بقى، ايا كان مين اللي في خط الهجوم بيسجل، بس صلاح هو كان المحور الاساسي للفريق. فخليني اقول لك ان انت لو مستني ان صلاح هيبقى كده السيزون ده، فاقول لك لا، لان الهدف من الصفقة دي اساسا هو ان صلاح يتحرك. خليني اقول لك كده، تخيل صلاح افضل فينيشر في العالم تقريبا، متحرر، جاهز بس ان هو يجري يسجل او يصنع لو امكن وبس. تخيل الفكرة معايا، يعني تخيل الفكرة كده وتخيل الموضوع معايا، خليك ماشي معايا في السيناريو. فخليني اقول لك ان صفقة فيرتز كان الهدف الاساسي منها ان اللعيب ده يبقى صانع العاب الفريق. فلو انت مفكر ان صلاح هيصنع زي السيزون اللي فات او السيزون اللي قبله او اللي قبله، فاحب اقول لك لا، صلاح لو قدم اداءات كويسة السيزون ده فهيبقى عن طريق التسجيل بس. صلاح مش هيصنع اهداف كتير السيزون ده. خليني اقولك ان اللعيب فيرتس ده هو لعيب كويس جدا، واللعيب ده انا متابعه تقريبا لان هو تقريبا كان من اللعيبه اللي شدتني في الدوري الالماني. فخليني اقولك ان من اول ماتش ليه او من اول كام ماتش ليه في الدوري الانجليزي وانا ببص على اللعيب ده ومتابعه، خصوصا ان اللعيب ده جاي بمبلغ كبير، ودايما اللعيبه اللي بتبقى جايه بمبلغ كبير دي بيبقى الايه السبوت عليها اكتر شويتين. فخليني اقول لك ان انا متابع اللعيب ده ولاحظت حاجة كويسة جدا في اداء اللعيب ده. اللعيب ده النسق التصاعدي بتاعه بيزيد مباراة بعد مباراة. تقريبا اللعيب ده بيحاول ان هو يجيب فورمة. عارف انت اللعيب اللي هو بيكتشف المكان الجديد؟ هو ده، هي الحتة دي بتاعته. هو اللعيب ده حرفيا بيكتشف الدوري الانجليزي. اللعيب ده بيكتشف الدوري الانجليزي وبيكتشف طريقة لعب الفرق، وبيكتشف ازاي ان الناس دي بتلعب كورة مختلفة عن الدوري الالماني. صدقني والله العظيم ده اللي اللعيب ده بيكتشفه حاليا. اللعيب مش قادر يتأقلم مع الدوري الانجليزي لان الريتم في الدوري الانجليزي غير الدوري الالماني. وخليني اقول لك ابسط مثال، لو لاحظت في الثلاث مباريات اللي فاتت ان بنسبة كبيرة نسبة قطع الكورة من فلوريان فيرتس نسبة كبيرة جدا، وده بسبب بطء اللاعب. ان اللاعب لسه مفكر نفسه ان هو في الدوري الالماني، لسه بيحاول يجرب مع الفرق يشوف هل الكلام اللي انا كنت بعمله في الدوري الالماني ده هينفع ولا لا. بس خليني اقول لك ان اللعيب تخطى الحتة دي تماما في ماتش ارسنال اللي فات. اللعيب قدر في ماتش ارسنال اللي فات ان هو يجيب فورمة قريبة من فورمة فيرتز في الدوري الانجليزي، وهقول لك ازاي. اللعيب ده قدر في الماتش ده ان هو يراوغ حوالي من 5 ل6 مرات مراوغات ناجحة بطريقة كويسة جدا. قدر ان هو انا شفت في فرصة قدر ان هو يقطعها من دفاع ارسنال ويقطع كمان ويقطع بعرض الملعب ويسدد. ولولا ان ديفيد رايا من افضل الحراس في الدوري الانجليزي تقريبا، وهو افضل حارس بالنسبة لي في الدوري الانجليزي، بتمركزه قدر ان هو يصد الكرة دي، فتقريبا الكرة دي كانت هدف. خليني اقول لك ان فيرتز هو قادر يتطور شوية بشوية وقادر يجيب فرصة شوية بشوية، ولعيب امكانياته عالية جدا. فخلينا نشوف ايه اللي ممكن يقدمه اللعيب ده في الفترات اللي جاية. وخلينا اقول لك ان لو فضل مستواه ثابت وقدر ان هو يجيب فورمته مع باير ليفركوزن ولكن بطريقة وعلى ستايل الدوري الانجليزي، فخليني اقولك ان ليفربول هينافس بقوة السيزون ده، خصوصا بعد وجود لعيبة مهمة جدا في الهجوم زي صلاح وايزاك وكيتيكي وجاكبو وغيرهم وكييزا وغيرهم من اللعيبة. فخلينا نشوف ايه اللي ممكن يتم في ليفربول بعد كده. بس توقعات ان صلاح مش هيبقى هو صانع الالعاب بتاع السنين اللي فاتت. خلينا اقولك ان صلاح وهيبقى عنصر مهم في الفريق السيزون ده، وهيبقى تقريبا ماكينة اهداف. في النهاية حابب اقول لكم يا جماعة ان ال5 صفقات دول مش مجرد انتقالات وخلاص. خلينا اقولك ان الصفقات اللي قدامك دي هم ممكن يغيروا من شكل فرقهم في ترتيب الجدول. كل لاعب فيهم عنده بصمته، وكل لاعب فيهم عنده الستايل بتاعه اللي بيميزه
عن اي واحد تاني من اللعيبه. فانا عاوزك كده تقولي في الكومنتات مين فيهم انت شايفه هيبقى افضل صفقة في الموسم ده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وسلام.